مرحبا بكم أصدقائي في الإعلان الثالث للحلقة العاشرة لمسلسلكم المفضل المدينة البعيدة. في الحلقة العاشرة عليا سوف تعرف بوصية بوران، وستدرك أن جيهان تزوجها فقط لتنفيذ وصية أخيه، ومن هنا سوف تزعل وتحزن عليا كثيرا، وجيهان بدوره سوف يحزن لأنه كان لا يريدها أن تعرف، وكان لا يريد أن يجرحها، ولأنه كذلك بدأ يشعر بالحب اتجاهها. ومن هنا سوف تبدأ عليا بالغيرة على جيهان، خصوصا أصدقائي من الأفعال التي سوف تقوم بها ميني لجيهان، إذ أن ميني عندما شعرت بالغيرة في قفلة الحلقة التاسعة سوف تخطط وتقول لجيهان أنها حامل منه من أجل أن يتزوجها، وعندما يكشف جيهان كذبتها الكبيرة بخصوص الحمل فإنه سوف يتخلى عنها. ومن هنا فإن ميني سوف تلجأ لديمير من أجل التخطيط لتفرقة جيهان عن عليا، وأثناء ذلك فإن ديمير سوف يقع في حب عليا. أما بالنسبة أصدقائي لرارا فإنها سوف تفقد جنينها وتحزن عليه كثيرا، وسوف تتطلق من زوجها. أما بالنسبة لكارا أصدقائي فإن عمه أكمل سوف يعتدي عليه كثيرا في السجن، مما يستدعي تدخل المستشفى، لكن في الأخير سوف يخرج، وذلك بشهادة زيرين. كما أنه أصدقائي سوف نرى بداية الغيرة التي سوف تشعر بها عليا لجيهان، وسوف تكون حلقة ممتعة. شكرا لكم، إلى اللقاء.